السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله نعمل كيكة الجيلي بالكريم شانتيه. دي من الكيكات اللي كلنا بنحبها، صغيرين وكبار. وحبايبك تفرحي بيها حبايبك وولادك. من الحاجات اللي بتقدم ساقعة وسهلة الهضم، طعمها تحفة وشكلها تحفة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكوا كل جديد. المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة. ايه عبارة كيكة، هتعمل كيكة عادية خالص. 3 بيضات، كوباية لبن، كوباية سكر، نص كوباية زيت، كوبايتين دقيق، فانيليا، بيكنج باودر. وبعد كده هنستخدم كريم شانتيه، باكوين كريم شانتيه وباكوين جيلي. اول حاجة هنعملها هنضرب البيض بتاعنا، هنكسر البيض ونحطه في المضرب. البيض بدرجة حرارة المطبخ، يعني مطلعاه من التلاجة قبلها بنص ساعة. هنحط ال3 بيضات وهنضيف لهم كوباية السكر ونضربهم. واحنا بنعمل كده بقى ايه، اللي ممكن اللي ما عندوش مضرب، اللي مش عايز يستخدم، مش هقول ما عندوش مضرب مضرب يدوي، تستخدمي الخلاط، لان دي كيكة عادية، اي حاجة في ال3 ممكن تستخدميها. واحنا بنضرب كده بقى ونجهز وهنضيف السكر، هنقول الدعاء: أما اللهم الطب بنا وبعبادك في غزة وبعبادك في السودان وبعبادك المستضعفين في كل مكان، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين، يا مغير الأحوال غير حالنا لأحسن حال. هنضرب البيض لحد ما نخلي ايه البيض مع السكر لحد ما يبيض. تمام. بعد كده هبتدي اضيف الزيت بتاعي، انزله في الحله كده بشويه زي الصرصوب، شويه شويه اهو. بردك زي اي ادوات، زي ما اتفقنا واحنا بنستخدم المضرب او الخلاط، بنضرب شويه ونوقف شويه عشان ما نبوظش الجهاز بتاعنا. تمام. ادينا حطينا الزيت وضربنا، هنحصل بقى دلوقتي القوام بتاعنا، البيض مع السكر والزيت هيبقى يتقل ويبقى قوامه تقيل. تمام. وهحط بقى الفانيليا بتاعتي، حوالي معلقه فانيليا كبيره. وكوبايه اللبن بتاعتي اهي، كوبايه اللبن بتاعتي عايزاها يعني دافيه او سخنه، بس مش بتغلي يعني. تمام. بعد كده الدقيق بتاعنا اهو هنخلاه كويس، هضيف له معلقه البيكنج باودر، لا اما معلقه كبيره لا اما باكو زي ما انتم شايفين، واقلبه كويس جدا. انا ما ضفتش الخل وذره الملح، هضيفهم دلوقتي مفيش مشكله، يعني المفروض كنت اضيفهم من الاول، بس انا هضيفهم دلوقتي عادي مفيش اي مشكله، وذره ملح. وبعد كده هجيب الدقيق بتاعي بقى وهضيفه على الحله اللي فيها الكريمه بتاعتي اهي، اللي هي اللبن والبيض والزيت والسكر. وهبتدي بقى اقلب الدقيق اهو تحت لفوق كويس جدا، اقلبه اهو. الكيكه بتاعتنا هي بسم الله ما شاء الله، بصوا بيضه ازاي وقوامها انسيابي وجميله ازاي، بسم الله بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. لو عملتيها في الخلاط هتطلع كده، وبالمضرب اليدوي ان شاء الله بركه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هتطلع حلوه برضه، اللهم صل وبارك عليه. بعد كده هنجيب الصينيه زي ما انتم شايفينها كده، صينيه كبيره 40 في 25، لان انا مش عايزه الكيكه بتاعتي تبقى عاليه، انا عايزاها تبقى ايه متوسطه كده، عشان ايه هعمل ايه، لسه هحط الكريم شانتيه ولسه هحط الجيلي. تمام. فانا جبت صينيه كبيره، دهنتها بالزيت. طبعا انا مشغله الفرن بقاله حوالي 5 دقايق على درجه 180 درجه. احط الكيكه واهز الصينيه، وبعد كده ايه هدخلها الفرن. بعد كده في الوقت دوت هجهز الجيلي بتاعي، بكون جيلي هي المفروض كل باكو بياخد كوبايتين ميه، لكن انا هحط عشان الجيلي بتاعي يبقى تقيل، هيحط الباكون جيلي هياخدوا 3 كوبايات ميه، يعني كل باكو كوبايه ونص. فاجيب كوبايتين بيغلوا اهم، بيغلوا هم زي ما انتم شايفين، واحطهم واقلبهم كويس جدا. وبعد كده هجيب كوبايه ميه ساقعه من الفريزر متلجه وهضيف عليه عشان ابرده. ممكن انا لو عايزه اضيف سكر هضيف معلقتين سكر، هيظبط الجيلي بتاعي يبقى كويس جدا. لو انت تحبي الحاجه مسكره زودي اكتر من معلقتين، انا ما ضفت السكر خالص، انت عايزه يبقى مظبوط هتحطي معلقتين. وادي كوبايه الميه الساقعه اهو، يبقى انا كده خدت 3 كوبايات. بعد كده هركن الجيلي بتاعي في درجه حراره، تكون درجه حراره بعيد عن الحراره، يعني في مكان متجدد التهويه، مش هحطه في التلاجة عشان ما يمسكش. بعد كده هجهز الكريم شانتيه بتاعي، دي كوبايه كريم شانتيه حوالي 125 جرام، يعني حوالي 8 كيلو. ده كريم شانتيه خام من نوع كويس، وهحط له معلقتين سكر. تمام. وعشان هو مبقاش فيه سكر، وكوبايه ميه ساقعه متلجه بردك من الفريزر، او كوبايه لبن متلج. انا استخدم ميه ساقعه متلجه، لو عايزه تستخدمي لبن متلج مفيش اي مشكله.
انت كده انت بتزودي اللبن بترفعي القيمه الغذائيه اكتر بتاعه ايه الكيكه اللي بتقدميها لحبايبك. وهتضربي بقى الكريم شانتيه شويه شويه. لو احتاجتي الميه ما تحطيش الكوبايه كلها، جايز الكريم شانتيه بتاعي بيختلف عن بتاعي، فانت هتحطي شويه شويه لحد ما تحصلي على ايه القوام اللي انت عايزاه. ماشي. انا الكوبايه بتاعتي دي بالظبط كوبايه الكريم شانتيه خدت كوبايه الايه الميه المتلجه دي. تمام. وهضرب لحد ما احصل على القوام الايه اللي انا شايفاه دوت اللي انتوا شايفينه ده، بسم الله ما شاء الله. وهحطه في التلاجة. بعد كده الكيكه بتاعتي طلعت، طبعا جربت بالخله قبل ما اطلعها بتاعت الشيش وما طلعتش فيها حاجه، تبقى الكيكه استوت بتاعتي. لو كان لسه فيها هسيبها لسه ايه 5 دقايق كمان، وابتدي بقى اخرمها كلها عشان اما اجي اسقيها بكوبايه اللبن ايه تتشرب كويس. اللبن ده هيخلي الكيكه بتاعتي تطلع طريه، يبقى انا اكني بعمل ايه هنعتبره جاتوه كريم شانتيه وجيلي وكده، يبقى هيطلع زي الجاتوه ان شاء الله بالظبط. تمام. وممكن دي تعمليها يكون جايلك ضيوف ولا حاجه هتشرفك اكنك بتعملي جاتوه، لان الجاتوه اسعاره بقت خياليه. انت ما تعملي حاجه زي كده، حاجه حلوه وشكلها حلو وشكلها تحفه وشكلها خطير وطعمها تحفه، فهتشرفك قدام حبايبك وضيوفك. بعد كده هنحط الكريم شانتيه في كيس، وممكن ما نحطوش في كيس، نحطه على طول على الكيكه وبالمعلقه او بالسباتيولا، ونبتدي ايه نسويه. انا كده كده مش عايزاه يبقى ايه متساوي قوي، لان دي مش تورتايه، انا لسه هضيف جيلي من فوق اهو بالمعلقه كده، هقعد ايه اظبطه لحد ما الكيكه كلها تتغطى بالكريم شانتيه. تمام اهو الكريم شانتيه بتاعه بسم الله ما شاء الله، نوعيته كويسه، ضرب كويس واتخدم كويس، ماسك. بص اهو مش بسم الله ما شاء الله، بالرغم من الجو حر اهو لكن اهو زي الفل بسم الله ما شاء الله. بعد كده اهو هتغطيه كل الكيكه بتاعتي اخليها متغطيه. وبعد كده بقى ايه الجيلي بتاعي بقى ايه اللي انا قلت سيبه في مكان متجدد التهويه، ما احطوش في التلاجة عشان ما يمسكش. واجيب المعلقه ظهر المعلقه كده واضيف الجيلي بتاعي شويه شويه اهو عشان ما ينقرش في الكريم شانتيه بتاعتي وتطلع فوق على وش الجيلي اهي. بس بالرغم من كده ان في حاجات طلعت بردك وانا شلتها بالمعلقه اهي، هتطلع اهي ادي هشيلها بالمعلقه. حطيت كل الكميه بتاعتي بسم الله ما شاء الله، الحاجات اللي قلت لكم شلتها هي عادي مش مشكله. وخلاص بسم الله ما شاء الله اهو بسم الله ما شاء الله. حطيته في التلاجة بقى حوالي ساعتين او 3، ممكن تحطي 4 ساعات. بسم الله ما شاء الله شكله تحفه وطعمه تحفه طبعا، وشكله جميل جميل جميل. اللهم بارك، اللهم احسن بين ايدينا وايديكم. هتقطعيها حوالي طلع لي حوالي 20 قطعه. قبل ما ننتهي الفيديو عايزه اقول لكم تشيروا الفيديو لحبايبكم واصحابكم، واللي مشتركش في القناه يشترك ولايك وشير، ويا رب الفيديو يكون عجبكم وتعملوه، ان دلوقتي احنا في الصيف ومحتاجين حاجه ترتب علينا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتم مع سلوى محمد.